تخيلوا هم استثمار وهم بركة. وهذا مشروعنا اليوم بالكاظمية. احنا بأهم شارع عام بالكاظمية، ومشروعنا صاير هنا بستاندرد عالمي وروح عراقية. ساهي استيت تقدم لكم أفضل وأرقى مشروع اليوم جايين بني بالكاظمية. وهاي مو بس بناية ومو بس شقق، هاي فرصة استثمارية بمنطقة سياحية دينية. عندنا بيها أوفر بنهاية الفيديو راح أحكي لكم عنه، ما موجود بالعراق كله. مثل ما تشوفون البناية اولموست خلصانة، فخطوة الدفع راح تكون شوية مضغوطة، بس هذا الشيء جيد لأن نقدر رأساً نأجرها من نستلم المفتاح. نحكي على 50% قيد الإنشاء و50% على الاستلام. الهندسة المعمارية مال هذا المشروع ال 128 هي جاية من ميلان، المدينة الإيطالية. يعني الديزاين الخارجي كله بيه خضار، البالكونات كلها بيها تشجير. راح تتفاجئون بالفيو اللي موجود بالشقة راح نصعد لها. طبعا ذكاء المطور اليوم انه من يبني بناية يخلي شقة تكون نموذجية، على مود اللي يجي يريد يشوف شلون الكواليتي راح تكون، الماتيريال ياخذها بالضبط مثل ما هي، مو على الكتالوج، مو على الصور، مو على الفيديوهات. فهذا الشيء مميز. بس صاعدين يا طابق ترقبوا. هاي السبالة جاهزة. ترى مو اي واحد يقدر يطب هاي الطبة، مو اي واحد يقدر هيك شيء يطب على البناء. وهاي ترى شغلنا علاقاتنا وشغلنا امورنا على مودكم. قبل اي شيء شوفوا لي هذا المرمر الراقي اللي بالقاعيه مال الشقه. اول ما ندخل هذا الليفينج روم، مساحه رائعه جدا تفتح النفس، مفتوحه 360 على الامام. اذا تقدر تدور الكاميرا وتشوف هذا الفيو اللي ما موجود من عنده الكثير في بغداد. قل لي وين عندك فيو على الإمام وفيو على نهر دجلة بشقة بمساحات رائعة ببناء فينيشينج عالمي اليوم في بغداد؟ ماكو. تسألني أنا؟ اسألني سألتني؟ ماكو. عندنا المطبخ هنا همين بيه شباك ومطل دايركت على الإمام. اوكي، فكل شيء مدروس، كل شيء موصل. نجي هنا انتم بكرامه الشاور والحمام مال الضيوف. شوف كله رخام من فوق لجوا، وهذا السلوب المودرن. تجي جامه هنا، كل شيء راح يكون هاي اند من فيترا. بعدين نجي هنا تكون عندنا اول غرفه نوم. اوكي، غرفة نوم هاي كانت مال الأطفال. هسه ندخل على الماستر بيدروم، مساحة جيدة جدا بالطول. نرجع ونقول من أفضل الفيوز اللي موجودة ببغداد. اوكي، إطلالة دايركت على السيتي، عندك لاندسكيب كلش حلو. ندخل هنا، هذا راح يكون ووكينج كلوزت. اوكي، ووردروب للملابس. وهنا الماستر باثروم مال الماستر بيدروم. اوكي، همين شاور، مغسله راح تجي هنا، والتواليت انتم بكرامه. المساحات الغرفتين وصاله راح تكون بين ال 130 وال 140 متر مربع، والثلاث غرف وصاله بين ال 170 و 180 متر مربع. راح تقولوا لي هاي المساحات صغيره. اي نعم، هاي البنايه مدروسه بطريقه انه تصير شقق فندقيه سيرفيست. عندي اوفر ما حكيت لكم بيه، عرض مهم جدا. راح من تقعد انت هسه عندك اوبشنين ثلاثه تفكر بيه المشاريع ببغداد، راح تقول لا خلاص هو هذا راح يريحني نفسيا. هسه احنا من الجهه الثانيه مال البنايه عندكم سكاي لاين كامل مال بغداد، بلس مستشفى الكاظميه هنا موجود. ونرجع ونقول خضار هوايه موجود بالمنطقه. يعني الارض اللي اخذوها اللي هي باي ذا واي 16000 متر مربع، موجوده بين كتله مال خضار، فهذا الشيء كلش حلو. اوكي، اذا تنتبه على الفينشينج، شوف البي في سي شلون جاي راكب عدل. شوف تفاصيل الباب. اول شيء سموث، ثاني شيء من تجي تسدها باع قد ينزل من عندها على مود العزل وعلى مود الحراره، عزل الصوت والحراره. هاي البيبان اللي نحتاجها بمشاريعنا بالعراق. حبايب، ابقوا لنهايه الفيديو عم تاخذون العرض الكامل. اليوم اكو عرض ما يتفوت. اذا تدورون مشاريع هوايه ببغداد، من راح تشوفون هذا العرض راح تقولون هو هذا اللي اريده، ما يوجع راسي ومرتاح ومستفاد. الحلو همين انه اليوم اذا تشتري بهذا المشروع راسا يطلع لك الطابو، ماكو انتظار.
بلحظتها. هذا الشيء همين ما اعرف اذا يهمكم او لا، انا اشوفه مهم. عندنا مصعد اول، مصعد ثاني، مصعد ثالث هنا، عندنا سيرفيس ليفت مصعد خدمه عمود ما نزعج السكان، وعندنا بانوراميك ليفت اللي هو كله زجاج من جوا لي فوق، فتخيل من تصعد تشوف المدينه كلها قدامك. حركات الممر والشقق كلها قدامي، من توصلون لنهايه الممر يلا نوصل للمصاعد وغرفه النفايات. يعني هاي المساحه ما زعج السكان، لا صوت الدرج لا صوت النفايات، يعني كله معزول. فهاي الغرفه الجاربج روم عندنا الحلو بيها انه البوابه تنفتح من جوا لي فوق، تضبون النفايات وهي سيلف كليننج، هي تغسل روحها بنفسها من فوق لجوا. العرض مالتنا اليوم اللي انتم منتظرين، مثل ما فهمتوا هاي الشقق مو فقط للسكن، بيها فرصه استثماريه رائعه لان احنا بمنطقه سياحيه دينيه. فاليوم العرض انه انت اليوم تستثمر شقه هنا، تسلمنا المفتاح واحنا ناجر لك اياها لمده سنتين ثلاثه، ونقلبها بالنظام الشقق الفندقيه، نسويها فرنشت وسيرفيس، يعني نأثثها لكم بستاندرد عالي جدا، ونضيف عليها خدمات مثل التنظيف، المانتننس، الدليفري، اللي اي شخص يريد يجي يسكن بيها اسبوعين شهر، احنا ننظم هذا الموضوع كله. وبالتالي انتم تطلعون من دوقة الراس وما يحتاج تحجون ويا اي مستاجر، احنا نسوي هاي الاشياء كلها لكم. وهذا الاوفر جيد جدا للناس اللي يريدون يستثمرون بس هم مو بالعراق، يحس انه انا استثمرت في بلدي بس انا ما عندي الوقت او الطاقه او الخبره انه اجي اجر شقه وانا عايش بالمانيا او بامريكا او بدبي. فاحنا نسوي لكم هاي الخدمات كلها، ويجيكم الايجار صافي كل شهر وانتم مرتاحين، تجون تقعدون بيها اسبوعين شهر انتم وعائلتكم، وتاخذون هاي الطاقه الحلوه اللي موجوده هنا، وترجعون لروتينكم والبلد اللي انتم ساكنين بيه. فخلونا نستثمر بالمشروع الصح بالوقت الصح. تحياتي.